بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم من مطبخ النهاردة، مطبخ طماطم. وهنعمل مع بعض صينية الفراخ الجامدة دي، جامدة جدا. بصوا دايبة ازاي، دايبة خالص، ومعاها صوص طبعا. تنفع في المناسبات بتاعتنا وفي عزوماتنا، يعني ما شاء الله صينية كده تشرف. ما شاء الله الريحة تحفة، والطعم بقى مش عايزة اقول لكم، جامدة جدا. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا طبعا للتتبيلة، معايا كزبرة خضراء وبصل وتوم وفلفل وطماطم وليمونة متقشرة، ومعايا طبعا زيت وخل والملح وكمون، فلفل اسود وبهارات متشكلة وقرفة وجنزبيل. عندي كده الكبة احط فيها الخضار بتاعي. معايا كده الكزبرة والطماطم والبصل والثوم والفلفل والليمونة. وادي الزيت والخل. معايا الكمون والفلفل الاسود والبهارات المشكلة والملح وقرفة على جنزبيل. وطبعا نفرم كله في الكبة. معايا بقى للأرضية، معايا بطاطس وطماطم وكزبرة وبصل وفلفل ألوان. هحط البصل الأول والبطاطس والطماطم والفلفل والكزبرة الخضراء. حابين تضيفوا ملح وفلفل ماشي. معايا هنا الفراخ، 6 قطع فراخ مغسولة كويس ومنقوعة في مية بالخل ومتصفية. ودي التتبيلة بتاعتي، ونبتدي نتبل الفراخ. ويا ريت واحنا بنتبل ندخل كده التتبيلة جوه الفراخ بين الجلد واللحم، وندخلها كويس جدا علشان نشبعها بالتتبيلة. ونرص كده بسم الله. نشبع الفراخ بالتتبيلة كويس جدا.
يا ريت لو احنا مش مستعجلين عليها نسيبها شوية في التلاجة علشان تاخد من التتبيلة اكتر واكتر، والطعم يبقى احلى واحلى. لو مستعجلين طبعا خلاص مش مشكلة. نظبط التتبيلة مع الفراخ كويس جدا زي ما احنا شايفين كده بين الجلد والفراخ، يعني قطعة الفراخ تبقى متشبعة بالتتبيلة على الآخر. باقي التتبيلة دي طبعا هنضيفها على الفراخ من فوق. بس خلاص كده جهزت، ونضفنا الصينية وشوية زيت بس كده للوش علشان تدينا لون كويس، وهقفلها بالفويل. وطبعا لما تستوي هشيل الفويل علشان الوش يتحمر. انا عايزة الفرن يكون ساخن جدا وفوق وتحت. هي نص ساعة وبتكون مستوية وزي الفل. وادي شكل الصينية في الاخر. كل شوية بنفتح عليها ونسقيها بالصوص بتاعها علشان تاخد طعم كويس جدا وتشرب من التتبيلة وتكون بتلمع وجميلة كده زي ما انتم شايفين. وطبعا التسوية هايلة جدا زي ما انتم شايفين، دايبة دوبان. الفراخ تسويتها هايلة جدا، مش محتاجة اكتر من كده. الريحة جميلة والطعم يجنن. ويلا نظبط شغلنا كده بأي حاجة موجودة عندنا في البيت، فلفل ألوان وكزبرة. وادي الشكل النهائي لصينية الفراخ الجامدة جدا. الريحة هايلة. يا رب تكون عجبتكم بالطريقة دي وبالوصفة السهلة دي.